ايه السر اللي خلى حسين الجسمي يقتحم قلوب المصريين من غير استئذان؟ وازاي قدر يحول ازماته الشخصيه من سمنه مفرطه وتنمر لانتصار فني مرعب خلاه يتربع على القمه لوحده؟ النهارده هنحكي حكايه حسين الجسمي اللي بدات من افراح بسيطه في الامارات لحد ما بقى صوت الفرحه في كل بيت مصري. جهز سماعتك وتعالى نعرف رحله صعود حسين الجسمي. عشان نفهم حكايه حسين الجسمي صح لازم نرجع بالزمن لورا شويه، وتحديدا في نص التسعينات. في الفتره دي السوق الخليجي وقتها كان في قمه توهجه، عمالقه بجد فارضين سيطرتهم بالكلمه واللحن. كان في صراع كبير بين العمالقه زي محمد عبده فنان العرب اللي كان لسه راجع بقوه سنه 93 بالبوم البرواز، وراشد الماجد اللي كسر الخليج كله بالبوم المسافر. الالبومات الخليجيه دي كانت في عز الدراما والشجن، والجمهور متعود على الاسماء التقيله دي. لكن في وسط الزحمه دي وبين اسماء النجوم الكبار اللي صورهم ماليه المجلات والشوارع بدأ يتردد اسم غريب شوية في دول الخليج، اسم فرقة ما كانتش بتغني في استديوهات ضخمة ولا في حفلات خاصة، لكن كانت مكسرة الدنيا في الأفراح والمناسبات الشعبية، وهي فرقة الخليج. الفرقة دي ما كانتش مجرد فرقة عادية، دي كانت مشروع حلم. بطلها شاب عنده 17 سنة بس، ملامحه هادية بس صوته فيه بحة جبلية تخطف القلب، وهو حسين الجسمي. حسين ما كانش لوحده، كان معاه أخوه فهد اللي كان ملحن الفرقة دي، وقدروا بموهبتهم الفطرية يخلوا الفرقة دي هي الرقم الصعب في الإمارات وعمان. النجاح اللي حققته فرقة الخليج ما كانتش مجرد فلوس وشهرة في الأفراح، لا دي كانت المحطة الأولى اللي خلت حسين يحس إنه جاهز ينافس النجوم الكبار بعد كده. سنة 99 كانت السنة اللي قرر فيها حسين الجسمي إنه ياخد خطوة حقيقية في مسيرته الفنية، وهي مشاركته في برنامج البحث عن المواهب ضمن مهرجان دبي للتسوق. نجاح حسين في المهرجان ما كانش مجرد فوز بمركز أول، ده كان إعلان ميلاد لنجم مختلف. الشهرة بدأت تزيد واسمه بدأ يتردد في مكاتب الكبار، لحد ما وصلت الحكاية لشركة روتانا، أكبر شركات الإنتاج وقتها. روتانا شافت في حسين الرهان الكسبان، وقررت روتانا تساعده عشان يطلق أول ألبوم رسمي في مسيرته. وفعلا في سنة 2002 نزل حسين بأول ألبوم ليه، وهو ألبوم حسين الجسمي 2002. الألبوم كان خليط عبقري، لهجة خليجية بيضة قريبة من القلب ومفهومة للكل، ضم أغاني زي قاصد بس في أغنية واحدة كانت هي أول ضربة في مسيرة حسين، وهي أغنية بودعك. الأغنية دي ما كانتش مجرد نجاح، دي كانت زلزال في دول الخليج، وقدر يثبت بيها إنه فنان كبير يقدر ينافس وبقوة. من 2002 ل 2007 حسين ما كانش بيغني وخلاص، ده كان بيحفر في الصخر عشان يبني مملكة باسمه. الفترة دي هي اللي نقلته من مطرب خليجي صوته حلو لمطرب قوي في الوطن العربي كله، بينافس الكبار بذكاء. البداية كانت بألبوم حسين الجسمي 2004 اللي من أشهر أغانيه أغنية بتشبه عليا. وما هديش حسين بعد كده، نزل بألبوم حسين الجسمي 2006 اللي ضم أغاني بنحبها زي بلغ حبيبك وقول رجعت ليه يا حبيبي. لكن في نفس الوقت بتيجي الأغنية اللي نقلته في حتة تانية خالص، الأغنية اللي عملها لفيلم الرهينة، الأيقونة اللي فتحت ليه باب تعارف كبير مع الجمهور المصري. ووقتها حسين الجسمي كان خلاص بيجهز نفسه يحجز مكانه في الصفوف الأولى. بس قبل ما الضربة الكبيرة تحصل كان في حكاية تانية خالص بتدور في الكواليس، حكاية شخصية مليانة صراع وتحدي، هي اللي كانت مأثرة على ثقته في نفسه قدام الكاميرا رغم كل النجاح ده. حكاية المعركة الصامتة اللي كان بيخوضها حسين مع نفسه كل يوم، أزمة السمنة اللي كانت بتهدد تنهي المشوار قبل ما يوصل لقمته. رغم كل الأضواء والنجاحات اللي كانت محاوطة حسين الجسمي، من أول ما دخل عالم الفن كان في عدو صامت بيطارده في كل مكان، وهي فرط السمنة. حسين من بدايته وهو بيعاني من وزن زايد جدا، ورغم انه كان بيحاول يتعايش مع الوضع الا ان ضريبة الشهرة كانت قاسية، تنمر ونظرات كانت بتلحقه في كل ظهور، لدرجة ان السمنة دي كانت هي العائق الوحيد اللي مخلياه مش عارف يقدم كليبات مصورة تليق بحجم اعماله المهمة، فكان بيكتفي بصوته اللي سابق شكله بمسافات لحد ما وصلنا لسنة 2009. وهنا الجبل بدأ يتهز، السمنة ما بقتش مجرد أزمة شكل او كلام ناس، دي بقت
خطر حقيقي بيهدد صحته وحياته. حسين بدأ يلاحظ تغيير في رنة صوته اللي هو اغلى ما يملك، وبقى النفس طالع منه بالعافية، لدرجة ان الوقوف على المسرح وسط حفلاته الجماهيرية بقى عبء تقيل جدا عليه. في اللحظة دي حسين ما كانش قدامه غير حل واحد بس، وهي عملية تحويل المسار. وفي الوقت اللي كان خلاص بيفكر يعمل فيه العملية، من ناحية الخوف كان بيطارده، كان خايف من المضاعفات، ومن الناحية التانية كان خايف اكتر ان صوته اللي الناس حبته يتأثر بالعملية او يضيع منه للابد. لكن حسين اتجرأ خلاص وقرر انه يعملها، وفعلا في نفس السنة دخل حسين العمليات. وبعد العملية بفترة قصيرة حسين رجع للجمهور بشكل مختلف خالص بعد ما فقد جزء كبير جدا من وزنه. العملية دي ما كانتش مجرد خسارة وزن، دي كانت استقبال جديد لصحته ولنفسه ولرجوعه على الساحة بشكل مختلف خالص. بعد العملية الكل كان مستني يشوف النسخة الجديدة من حسين الجسمي هتعمل ايه، وكانت المفاجأة اكبر من كل التوقعات. حسين ما رجعش بس انسان خفيف وقادر يتحرك، ده رجع بزلزال فني هز سوق الالبومات كله في الوطن العربي، وهو البوم حسين الجسمي 2010. والالبوم ده ما كانش مجرد مجموعة اغاني، ده كان اعلان رسمي عن سيطرته الكاملة على الساحة. حسين في الالبوم ده قرر يغير جلده تماما، ساب الشجن التقيل شوية وبدأ يدخل منطقة الاغاني السريعة باغنية 6 الصبح. الأغنية اللي مفيش بيت في الوطن العربي ما كانتش بتشتغل فيه. ومن بعد الحالة اللي عملها حسين الجسمي وقتها، الألبوم ده هو نفسه اللي كان الجسر اللي نقله من مرحلة الألبومات التقليدية لمرحلة تانية خالص، مرحلة السناجل اللي بتكسر الدنيا في ثانية. في سنة 2014 اتعرض على حسين الجسمي يغني أغنية تشجع الشعب المصري ينزل يشارك في الانتخابات الرئاسية. الأغنية كانت أغنية بشرة خير، بكرة بشروطة دي بشرة خير. والحقيقة ان الأغنية لما نزلت عملت حالة غريبة في العالم كله، لدرجة اننا بقينا بنشوف الأجانب في أوروبا وأمريكا بدأوا يسمعوها ويرقصوا عليها رغم انهم مش فاهمين ولا كلمة. لكن لحنها السريع وحماس صوت حسين كانوا كفاية يشدوا أي حد يسمعها ويحس بطاقة إيجابية فيها. الأغنية دي كسرت كل الأرقام القياسية على يوتيوب وخلت المصريين يحسوا إن حسين الجسمي خلاص واحد منهم. ومش بس كده، السنة دي كانت سنة قوية جدا لحسين، لأنه قدم كمان أغنية من أجمل الأغاني الرومانسية في الوطن العربي، وهي أغنية وتبقى ليه. الأغنية دي بجمالها، كلماتها ولحنها الهادي، ثبتت رجليه أكتر في اللون الرومانسي الشيك. ومن بعدها بدأ حسين يبهرنا بأغانيه السنجل. من 2015 ل 2025 في الفترة دي قدم لنا حسين مجموعة أغاني قوية جدا، كل واحدة فيهم كانت هيت لوحدها، زي أغنية بالقلوب أشواق، تركنا بالقلوب أشواق تنادي، ويا حبي لك، اللي كانوا برومانسية تخطف القلب. يا حبي لك كثر ما صرت تعنيني، وأغنية بتلوي ذراعي، اللي قاع صدفة وشباك ولقى ورود، ومهم جدا، مهم جدا وجودك في تفاصيلي. وطبعا ما نقدرش ننسى أغاني الشجن زي أغنية وحشتني دنيتي وأحبك. أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين، وفضل مكمل في سكة الدلع بعدها بأغاني زي بالبنط العريض، طبطبة ولو ما انتش بعيد، وحتة من قلبي، يا حتة 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 من قلبي، ودق القلب، إثارة حبة غير إثارة، ودلع وتدلع، لحد ما وصلنا لأحدث أعماله اللي لمست القلوب، وهي أغنية فستانك الأبيض اللي قدمها في فرح هشام جمال وليلى زاهر. فستانك الأبيض اللي هياخد منك حتة. كل الأغاني دي بتأكد إن حسين الجسمي مش بس مطرب، ده صانع سعادة، عارف مفاتيح الجمهور العربي كويس، وقادر يفضل على القمة مهما اتغيرت الأذواق. من الحاجات المميزة في مسيرة حسين الجسمي هي الأغاني الدينية، يعني أصدر أغاني كتير زي اشتقت إليك يا رسول الله، اشتقت إليك يا رسول الله، وأغنية لما بقينا في الحرم، لما بقينا في الحرم، الأغنية اللي بقت الراعي الرسمي لأي حد طالع عمرة أو حج، وأغاني كتير وأناشيد زي الله يا الله، الله يا الله يا الله، وعلى النبي صلوا، لحد ما بقى حسين الجسمي علامة مميزة في الأغاني الدينية. صلوا صلوا على رسول الله.
واغانيه دينيه كتير جدا وكلها اجمل من بعض وليها لمسه جميله على قلوبنا النهارده. وحسين الجسمي عنده 46 سنه. لما بنبص على المسيره دي وبنفهم اخيرا ايه السر اللي حبب الجمهور المصري فيه. السر ما كانش بس في خامه صوته اللي بتقدر تتلون ولا في ذكاء اختيارات اغانيه. السر الحقيقي كان في الروح اللي ما بتستسلمش. لما بنشوفه النهارده وهو لسه متربع على العرش بنعرف ان القمه ما بتحبش غير اللي بيقدر يجدد نفسه واللي بيعرف يلمس قلوب الناس صح. وده اللي قدر يعمله حسين الجسمي. ودلوقتي بعد ما عرفنا حكايته قولوا لنا في الكومنتات ايه اكتر اغنيه لحسين الجسمي بتحبوها، وقولوا لنا كمان تحبوا نتكلم على مين في الفيديوهات اللي جايه.